اسمك ايه؟ محمد يوسف. انت جنسيتك ايه؟ انا جنسيتي باكستاني. من باكستان. وايه اللي جايبك مصر؟ مصر جاي ادبر راسي. بتعمل ايه في مصر؟ دخلت مصر امتى؟ باقي قبل المظاهرات هنا. لا بعد المظاهرات. دخلت مصر يوم 4/7. هو التاريخ اللي كنت تشيل يا فندم؟ المفروض 4/7. في الباسبور؟ جواز السفر اللي فيها مصر خالص في جواز السفر. السفر يستنى سفر جاها. أنا سفر ما إلى مثلا شو الرزق لا يسأل الله. تأشيرة اهيت 4/7/2013. دخول المنفذ البري جاي من اسلام اباد. بعد الاحداث. مظبوط بعد الاحداث. بعد نجاح الثورة الشعبية ب4 ايام. بعد نجاح 30/6 ب4 ايام. النهارده يخش فلوس على بتعمل ايه؟ بيزلوا هنا ما ادري تقتله. ايه اللي دخلك في المظاهرات؟ بدي ادبر ناس انا مسكين. بتعبر عن ايه؟ ادبر ناس كذا شغل كذا. تشوف ايه؟ شغل شغل ايه في وسط هذا بلوك كذا. مين كنت على اتصال بيه دايما هنا في القاهره؟ مين اللي جابك؟ انا شغل بس اسا شغل جاه ربنا يسعدك بس. انا مسكين جاه هنا كيف جاه؟ مسكين جاي تعمل ايه في مصر؟ انا مسكين انا والله. انت بتشتغل ايه في باكستان؟ باكستان؟ بتشتغل ايه هناك في البلد؟ ما بيصير في قلب شوي بس. قال موافقات بحاجه بس غيرك عشان ما وسط القاهره ما بيتكلموش. هو احنا كل ما هنتكلم معاه طبعا هو بيتكلم كلام غير مظبوط ومش عايز يوضح اي حاجه خالص. بس احنا هنطور المناقشه بتاعته وهنتكلم معاه اكتر ونشوف هو على اتصال بمين وجاي اصلا يعمل ايه. وهو سبب اصابته النهارده اثناء هروب من احداث اسم الازبكيه بعد تعدى اسم الازبكيه هناك. سبب تمام معرفتنا ومعرفه الاهالي اثناء ما حاولته الهروب من هناك. هو و40 شخص اخر. فيهم جنسيات ثانيه منهم؟ لا هو جنسيات الوحيد الباكستاني دوت بس في ناس من العريش وفي ناس من شمال سيناء. معاهم جوازات سفر مصريه او بطاقات مصريه؟ مظبوط معاهم هويه مصريه. هويه مصريه. هويه مصريه. لا هنا جاء هنا مطار اليوم مطار وقلت ترى انا ان شاء الله. قاعد هنا في مصر فين؟ قاعد هنا في مصر فين؟ بتنام فين؟ مقيم فين هنا في مصر؟ مقيم بس كده انا صار. انت بقالك شهر ونص قاعد فين؟ هذا رمضان المسجد بس. هنا في المسجد؟ مسجد ايه؟ مسجد السلام الخليفه في مصر. انت كنت موجود في الثوره العدويه قبل كده؟ موجود في الثوره العدويه قبل كده؟ كنت موجود في الثوره العدويه قبل كده؟ كلمني والله كده. انت مش فاهم الكلام. ناخد جوله ثاني ونشوف ايه اللي معانا. يلا هات اخوها مصري وقفوا جنب بعض. منين؟ العجوزة؟ نعم. مقيم في العجوزة؟ طول عمري عايش في العجوزة. عايش معاهم. نزلت النهارده مش المسافات اللي حصلت مع الجيش مش احنا ضبطنا يا ناس قلبي احنا ضبطنا دول كانت بدايتهم كانوا نازلين علينا من كوبري غمره ساعات احداث اسم الازبكيه. كان في بعض الهاربين من الاحداث من منزل الكوبري اثناء تعديهم على قوات الامن وعلى اسم الازبكيه. فر بعض منهم اثناء تعامل القوات المسلحه والامن المركزي وقمنا بضبطهم بمنزل كوبري غمره اثناء محاوله هروبهم من
مفتش واحد هناخد اديك واحد كان بيصور الاسم الكاميرا ماشي، في واحد كان بيصور الاسم الكاميرا اجيب له صورتك واحنا جبنا فلوس كان بيصور كان واقف وسط. تعرف باسمك؟ المهندس شكري عامر. تعرف باسمك؟ مهندس شكري عامر. شكري عامر. انت ايه اللي وداك عند اسم الازبكيه او اسم الويلي؟ اسم الويلي. انا كنت عند نسيبي الحاج عبد الله حماده ساكن مقابل الاسم مباشره، ونزلت وقفت مع الضباط هنا. انا اساسا والله بكره الاخوان وهم بحبهم ومش عايزينهم اساسا. نزلت وقفت معاه مع الضباط وهم بيمسكوهم، حتى الضابط ايمن بيه اللي كان موجود هنا بقول له امسك معاكم ايمن بيه وكده. ايه اللي حق فندم؟ تعرف بحضرتك؟ أنا العقيد محمد الألفي مفتش المباحث. العقيد محمد الألفي مفتش مباحث فرقة الزيتون. احنا طيب احنا لازلنا في المتابعه. هو برضه عشان الدقه، هو مش كل اللي قاعدين مش مصريين، هو من الواضح ان هو في منهم مصريين وفي منهم ما حدش لسه عارف يحملوا هويات، الا انه في بعضهم من غير هويه على الاطلاق. يعني مهم جدا ان احنا هنرجع تاني لهذه الصوره الحيه من داخل احد اقسام البوليس علشان نتابع هذا الكلام. يعني يمكن